الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غادي نحضر لكم لي كراتان بالدجاج وبطاطا. وصفه لي سهله ولذيذه وغادي نحتاجوها بزاف في رمضان، لا نتوما لا وليداتكم. دير لايك قبل بدا لا فيديو ونبداو على بركه الله. اول حاجه كنجيبوا الصدر ديال الدجاج كنقطعوه على شكل مكعب كيف ما كتشوفوا. من بعد كنديروه في بول وكنضيفوا عليه شويه ديال القزبر معدنوس، الملحه، البزار، خرقوم، شويه التحميره، سكينجبير، القزبر حبوب. من بعد كنضيفوا عليهم العطريه ديال الشاورما اختياريه، معلقه ديال لا موطارد، شويه ديال زيت العود، وكنحركوا كلشي وكنخليوه يشرب لا مارينات ديالو لمده ديال نص ساعه. من بعد في المقله كنديروا شويه ديال زيت الزيتون وكنقطعوا بصيله كنشلضوها مزيان وكنحكوا عليها واحد الثومه، كنشحروهم مزيان وكنضيفوا عليهم من بعد الدجاج اللي ديجا وجدنا، كنحركوا مزيان حتى كيطيب كيولي عليه هذا الشكل وكنخليوه ابار. من بعد كنشدوا البطاطا كنقطعوها مكعبات حتى هي وكنقليوها في الزيت. من بعد ما طيب نسقطروها من الزيت بيان سور. من بعد كنجيبوا المول اللي غادي نقدموا فيه، كنديروا فيه البيشاميل هي الاولى، فوق منها بطاطا اللي مقليه، فوق منهم الدجاج، فوق منهم صوص بيشاميل، فوق منهم فروماج موتزاريل، وكندخلوهم الفران يتحمروا يتزكراتيناو على خاطرهم. وها لي كراتان ديالنا وجدوا بنان بزاف وسهلين التحضير، غادي نحتاجوهم بزاف في رمضان. كنتمنى ان هاد الوصفه تنال اعجابكم، بارطاجيوها مع الاصدقاء والاحباب وبالصحه والعافيه.